السلام عليكم متتبعي قناة يوميات رشيدة ديلي. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ عيدكم مبارك سعيد، والله يدخل عليكم هاد العيد هاد العواشر بالصحة وطول العمر وكل ما كتمناوه ليكم ولعائلتكم ووليداتكم. شي دعيوه الله يجازيكم بخير الام ديالي، الله يخلي ليها صحتها ويطول عمرها والله يخليها لينا بركه. وشي دعوه للاطفال التوحد واطفال ذوي الاحتياجات الخاصه والامهات ديالهم، ربي يعينهم وربي يقويهم ويقويهم على الزمان ويقويهم على وليداتهم، والله يعطيهم باش يكونوا مع وليداتهم، لان صراحه أنا راه ربي اللي عالم بهم. يعني اش غادي نقول لكم، معاناة لكن نحمد الله ونشكره. ثم شي دعوة للموتى ديالنا جميعا، والشهداء ديال الزلزال اللي فات عنا في بلادنا الحبيبة، الله يرحمهم ويصبر أهل ديالهم. سمحوا لي طولت عليكم في المقدمة بزاف. اليوم جيت نقدم لكم العصيدة اللي معروفة عندنا في المغرب، كنديروها في مناسبة العيد المولد النبوي، وكاين اللي كيديروها في صباح العراسات العروسة والعريس، كاين اللي كيديروها في النفايسات، يعني العصيدة المغربية الأصيلة لا تغنى عن التعريف بلا ما نقول لكم، يعني معروفة لا في المنطقة الشرقية لا في الغرب عندنا. فجيت نقدمها لكم بالطريقة ديالي، فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اولا درت الماء يسخن، درت فيه واحد الحبه تاع المسكه الحره، بالنسبه اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ماشي ضروري. فمن بعد ما كنديروا الماء والماء كيغلى وهذيك مسكه حره كتذوب، كنضيفوا ليها السميده. انايا هنايا درت رابعه تاع السميده 250 غرام، 250 غرام دو سمول فين. وضروري خاص يكون الماء يغلى، وعاد كنديروها اكيد مع الاستمرار في التحريك. وكما كتشوفوا ديك السميده راه يكون ضايفه عليها واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه باش ما كتجيش باسله. صافي، وغادي نخليوها هكا طيب، غادي نخليوها على خاطرها. لا فيديو راني دايراها يعني بدون تسريع، دونك هذه هي المده اللي شدات ليا تاع الطياب كما غادي تشوفوا في لا فيديو، ما فيها لا تسريع لا والو. دونك ابوبخي واحد 10 دقائق بحال هكاك. وغادي نضيفوا ليها نص معلقه كبيره ديال الزبده ضروري منه، ونخليوها طيب. كما كتشوفوا كنستمروا في التحريك باش ما تلصق ليناش. وانا كما راكم تشوفوا راني دايراها في واحد الطنجره اللي ما كتلصقش، من الاحسن تكون هكا باش كاع ما يلصق لكم القاع. اسو ستاد ديال الطياب غادي نبدا نضيف الحليب كيبقى اختياري، كاين اللي كيطيبها بلا حليب، كاين اللي كيديرها عاديه غير بالماء، وكاين اللي كيضيف لها الحليب. انا كتعجبني البنه ديالها بالحليب كتجي زوينه. فغادي نضيف انايا 3 تاع الكيسان، 2 كيسان ضفتهم في الاول ومن بعد زدت كاس. 3 الكيسان قياس كيسان تاع العنبه اولا كيسان حياتي. كيجي المذاق زوين بالحليب صراحه، خير من العصيده بوحدها.
وكإضافة أخرى اللي بغى يضيفها واللي ما بغاش ماشي ضروري، معلقة أو 2 معالق تاع ما زهر كيجي المذاق ديالها زوين بها كذلك. صافي في هذه المرحله راه طابت لينا العصيده ديالنا، السميده طابت مزيان، الحليب كذلك. فغادي نقدموا خلاص بالطريقه التقليديه اللي هي نزوقوا بالزبده ونزوقوا كذلك بالقرفه ونديروا فوق منها العسل. اللي عنده متوفر العسل الحر يديرها كتجي زوينه، سينو العسل عاديه اي عسل كانت عندكم في الدار فهي كتفي بالغرض كما كتشوفوا. فكنتمنى ان الطريقه اللي قدمتكم بها العصيده تكون طريقه مبسطه وسهله وعجبتكم، وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. ما تبخلوش عليا بلايك الا كانت الفيديو عجبتكم بيان سور، ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. عيدكم مبارك سعيد مره اخرى، السلام عليكم.